اقول لك ان الرعب ليه اكتر من اتجاه، زي الرعب الكوميدي والرعب النفسي والرعب الدرامي ورعب الاشباح. زي في مصر مثلا مسلسل البيت بيتي، زي ما قلت لك انه مش لازم الرعب يبقى درامي بس، لا عادي يطلع منه كوميديا وفي نفس الوقت ممكن يخوفك. بس مثلا فيلم زي دراكولا بتاع استاذ احمد عدويه، انا مش فاهم الفيلم رعب ولا كوميدي ولا موسيقي ولا ليلته ايه حضرتك. تيجي الاهم عامل الجامب سكير، الخضه. كل ما الخضه تبقى مفاجاه لازم تبقى مبرره. يعني انت داخليا انت عارف انك داخل على جامب سكير، ده بيبقى فيه فرش للموضوع ده، بس برضه مش قادر ما تخافش لانك مش متخيل المنظر اللي انت داخل عليه او المشهد اللي انت هتشوفه، مش متخيل البشاعه بتاعت الجن او الفيلن اللي انت هتشوفه من ساديه او ايا يكن من الرعب. وده اكتر حاجه بتحركك فيه هو فضولك. الفضول هو اهم عامل بيحرك الفيلم. انت مش عارف انت داخل على ايه ودايما عايز تعرف القصه او تتوقعها. يعني مثلا اكتر جمله بتقولها لما بتشوف فيلم رعب مثلا والباب اتفتح بدون اي مبرر وتلاقي البطل او البطله رايحين للباب، انت في دماغك بتقول انت رايحه ليه ومش ليه، مش لما انت اهربي يا حبيبتي. مع ان انت لو في المكان ده برضو انت ساعتها يبقى عندك فضول تعرف ايه اللي فتحه، مش هتسكت وهتكون عارف تفهم ايه اللي فتحه حتى لو عارف ان ده خطر، لانك في بيتك مش هينفع تسيب بيتك وتمشي.